دافع النقم أجاب عبده إذ ناداه في الظلم ووعده بالنسل من الالتزام صراطه الأقوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحييكم بتحية أهل الجنة بالجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البرنامج سجنتان ديا تنين أزكبدي بياته على قواعد بدعاتي جدي أكملتي بدعاتني سببا إذن الدين أرقمتو يخاو خرايزين الدين دفتو جدي تقفان إن أعظم نعم الله تعالى على العباد إذا قدان كانني داخل بك أمروتني ركنني دين الإسلامات الذي يفرق بين الحق والباطل حيث حكاتي في باطل التباس والحلال والحرام حلالا في حرام التباس والخير والشر خير لا في شر التباس وسبل الهدى وسبل الردي أقسم من لي خراق جيلا في خراه وساق التباس جاء قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه سنته نمني سجرات ابنه دعاء كيس جراجنا إيمانا وجعلنا له كيسا كونه نورا إفا كيسا كونه يمشي به كيسا ديم في الناس نما كيسا كمن مثله في الظلمات أكنما دكان كيسا جنون تيجا وإن أعظم يجر قدام ما يهدم الدين وأن دين دين إسلام كنتيجا ظهورة البدع بدعم اللجودة اللبتودة التي يرى سنسين سنوتيا تسايم نسيدا أنه مصيب أن حققت أمار جيتيا دوجه وهو على الدلال حال جل الرجل وتكون البدع المدلة بدعان جلوت لتأتي بسبب الجهل سببا ولا لكن أرقم تيجتو كما قال تعالى أقرب من كي يجيت ولكن أكثرهم يجهلون أكنها جميل رهد لسان ولا لناجي وكما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الرهد وردت تنرى يقالي ساري قوته حرارة بيت الراس سجل سنيجين إن لما فادا ومن أسباب البدع المدلة اتباع الهوى سببا بدعا جلبتون تنئتين أرقمتو خرحفني في لبوي في جلد يمودا ومن أدل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وإن الله لا يهدي القوم الظالمين سنفي جلاتين تهي نما قديسا جلتي امر نفي جلاتين تهي بغير هدى كجلتم رب الراتات ملتي ربي قومي ظالما هن كجلتوجه إني ستفادا ومن أسباب البدع المدلة سوء القصد والإرادة سببا بدعات جلبتون اتفين أرقمتو فدي لبو يفيدي يقاو حمله فقطو داجه كما قال تعالى سأصرف عن آياتها الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إسانو قنقونا دجيتنا خيستي حق عملت لنا ليسان كرقلتنا آجه وإن يروا يؤركا كل آية شفايتات لا يؤمنون بها إسيرتنا منا وإن يروا سبيل الرشد خراقة جلتما يؤركا لا يتخذوا سبيلا خرام قدتني جه وإن يروا يؤركا سبيل الغي خراجا لنا يتخذوه سبيلا خراقة قدتني خراقة جلتما فاركني خرام قدني خراجا لنا هقاركا خراقة قدتني جه إن الرفادا ومن أسباب البدع المدلة البعد عن أهل العلم سببات بدعان جلفتون اتين أرقمتو ور علمي رافقاتودا وعدم سؤالهم إسان قابتودا بودا عن أمور الدين أمر دين إسان قابتودا بودا فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جربين أقسمت قرآن ساقي ستين فسأل به خبيرا يوخن في بين تاتا خبيرا بيخا قابتنا داجه فسألوا أهل الذكر والعلم لا غافلا يوخن بين تاتا وإذا اجتمعت هقا ولكرمت هذه الأسباب خراونا من تندبنهن فقد استحكمت أسباب الشقاوة خراهم ودا إرتي مرتيسة جرتيجة وتحققت الحلقة حلاقة الرمب مرتيسة إلا أن يمني الله تعالى يربنا لنا تيرك أن يملي بتوبة منكزة
توبة كل لا يرب إردك أن يملي وقد حدث البدعات بدعة أرقم تجرت في أواخر عصر الصحابة بود زمن صحابات أرقم تجرت تصديقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كتر كما ربكم سورة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إرقمان عليه الصلاة والسلام في سنران النجرات غنى أركوتا والنبي هدودا خباكسي والنبي هدو سنغرتا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين سناتي يقبدا سنة خليفة وانكيا أفرني قبدا راجي ففي أواخر عصر الصحابة بودا زمن صحابانا كيستي ظهرت البدعة الخوارجة بدعة خوارجة ملت وبدعة القدرية ملت ثم تتابعت البدعة بدعة جلدية تجرتي حتى موجودة في بلاد التدر هنقاب تاسكيسة ترقم تنتيجو وفي كل زمن شوف زمنات يحيي الله لأمة الإسلام شوف نما إسلاما خنا ربي نجراجزا يخاوني أرقم سيسا نما دين زانيتي تعبدو ججو من ولاة الأمور وراء أنقرا والعلماء علماء الرا من يطفئ النار الفتن نما فتنا وانتات بدعة نام سوجة ويجمع البدع كبدعة نتكيسو فالولاة والرام قبن يجمعون بدعة نتكيسني ويطفئون الفتن فتنا يسيران دامسني بقوة السلطان جبنيا أنقرات دامسني جي والعلماء علماء نمو بقوة البيان نما إبسو دافي أقسم ملء فينشرون السنن خرائر كما عليه الصلاة والسلام فجاء سوداني ويبلغون أحكام إساقي سوداني أقسطي جبين خناني بدعة نتكيسني ججو أسمرت دابلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.